هل ريال مدريد قوي بالفعل وبرشلونة ضعيف أم العكس؟ نعمل مقارنة سريعة جدا. بينما برشلونة بيبهذل أتلتيكو مدريد في كل مباراة، ريال مدريد بيعجز عن القيام بهذا الشيء. الباسيتي خرج ريال مدريد من كأس الملك، بينما برشلونة هزمه وتأهل إلى نصف النهائي. بنفيكا يهزم ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا برباعية، وبرشلونة عاد برمونتادا عظيمة جدا 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 وهزم بنفيكا على أرضه. طيب برشلونة فاز بالسوبر على ريال مدريد، وبرشلونة متألق جدا. في الوقت الذي برشلونة بيفوز ريال مدريد مستويات متذبذبة. برشلونة متصدر الدوري الأسباني، وأكثر من ذلك برشلونة الخامس في ترتيب دوري أبطال أوروبا، وريال مدريد التاسع يلعب الملحق. عموما ايش الفارق بين الفريقين؟ الفارق شيء مهم جدا، انه ريال مدريد حتى وهو بيفوز مستواه غير مقنع، برشلونة حتى وهو بيخسر مستواه مقنع وبيؤدي مباريات قوية جدا. فليك عامل حاسم جدا في إدارة الفريق. التخبط الإداري لريال مدريد سبب رئيسي فيما يمر به ريال مدريد من مآسي. برشلونة يلعب بحماس منقطع النظير، لأن ولاء اللاعبين للفريق ولاء غير عادي، بل وهؤلاء اللاعبين بيلعبوا منذ الصغر، منهم أطفال من لاماسيا من الفئات السنية إلى أن يصلوا متشبعين بحب برشلونة. بينما ريال مدريد بيبحث عن اللاعبين الأشهر في العالم والأكثر حرفية والأغلى في العالم وبيجيبهم. هذا الفرق بين ريال مدريد وبرشلونة، إلا أن كلاهما فريقين عظيمين.